يلي بتسمعني دلوقتي، سواء كنت بنت بتكافح في سكة محدش حاسس بيها وبتعبها، أو شاب شايل فوق كتافه هموم الدنيا وبيحاول يكمل، الرسالة دي ليك. ليك انت. دي بالصدفة انك بتسمعها دلوقتي. بس قبل ما أبدأ رسالة النهاردة، عاوزاك تصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، وتكتب أستقبل الطاقة النورانية علشان تتفتح لنا بوابة نور سماوي تجلب لنا الخير كله. خليني أبدأ بالتحذير، وده مهم جدا. اوعى تسيب الشك يدخل قلبك، شكك في نفسك أو شكك في قدرتك أو في قيمة وجودك. كل ده لأ، بلاش. الشيطان شاطر وبيلعب في دماغك وبيقنعك انك انت قليل، لكن الحقيقة غير كده خالص. انت غالي وقوي ومخلوق لحاجة كبيرة، حتى لو لسه الحاجة دي ما ظهرتش. وجودك على الأرض ليه سبب، وبسبب رسالة لازم تعملها. فيه بشارة اسمعها بقلبك، في دعوة انت قلتها وانت مكسور، او يمكن نسيتها لكن ربنا سمعها ومخزنها ليك في الوقت الصح. الفرج جاي والرزق في الطريق، واللي فاتك ما كانش خسارة، بالعكس ده كان حماية ليك. اللي جاي هيعوضك عن حاجات كتير وعن ناس كتير وجعوك، أشخاص كسروك وأيام تعبتك. نصيحة الملايكة ليك النهاردة: اهدى وخلي نيتك دايما خير. اعمل اللي عليك وسيب الباقي على رب كريم. ما تبصش للي في ايد غيرك، كل واحد وليه توقيته وليه رزقه وليه حكايته. ركز بس انت في رحلتك وامشي خطوة بخطوة، وهتوصل وهتفرح وهتشوف بعينك ان كل تأخير كان لصالحك. في الآخر اسمع دي وافرح بيها. قريب جدا هيجي يوم هتبص فيه حواليك وهتشكر ربنا من كل قلبك على كل حاجة حصلت، حتى الوجع، لأنه وصلك لحاجة أعظم. هيجي اليوم اللي هتحس فيه إنك كنت فعلا محفوظ، وإن السما كانت بتجهز لك حاجة ما كنتش تحلم بيها.